علي معلول من أميز لعيبة الجيل الحالي، بل إننا نقدر نسمي الجيل باسمه زي جيل بركات وأبو تريكة. علي معلول أرقامه مع الأهلي مذهلة وغير مسبوقة، وبتخليه بوضوح أفضل محترف في تاريخ الكرة المصرية. غير كل الإنجازات دي، علي معلول أخلاقه وحبه وتفانيل تيشيرت الأهلي خلى شعبيته وحب جماهير الأهلي ليه ملوش حدود، وأنا واحد من الناس اللي بتحب علي معلول جدا. لكن الأخت الفاضلة زوجة علي معلول بتهدد العلاقة دي، وبتلعب في منطقة مش في مصلحة جوزها أبدا. دي تاني مرة مدام علي معلول تكتب بوست تظهر فيه غضبها من عدم قيد علي معلول. أولا، دي أمور رياضية وعلاقة لعيب كبير بناديه وجمهوره، واعتقد ان الزوجة مش المفروض تتدخل في العلاقات دي. ثانيا، محدش هيقدر ويخاف على مصلحة علي معلول قد الاهلي وادارته ورئيسه، خصوصا الخطيب اللي بيقدر جدا اللي قدمه علي معلول للاهلي على مدار 8 سنوات. ثالثا، بوست نسيت الخير اللي كتبته زوجة علي معلول بوست مجحف جدا في حق النادي الاهلي وادارته، لان الاهلي عالج علي معلول احسن علاج، وعرض عليه كل الخيارات للعلاج سواء في مصر او اوروبا. كمان الأهلي جدد عقد علي معلول لمدة سنة هتكلف الأهلي 1.5 مليون دولار، يعني حوالي 75 مليون جنيه. والأهلي عمل ده وهو عارف إن إصابة علي معلول صعبة وبتاخد وقت طويل جدا، ومش هيلعب بالفلوس دي. وتعمل الكلام ده تقدير من الأهلي لعلي معلول وعطائه. رسالتي لزوجة علي معلول الفاضلة، يا ريت توقفي كتابة في الموضوع ده، واحمدي ربنا إنه علي معلول مش في نادي تاني غير الأهلي، لأنه ما كانش هيتعالج ولا هيجدد تعاقده وكان هيترمي في الشارع. وفي مثال تونسي برضو واضح قدامنا دلوقتي، والأيام هتثبت لك صحة كلامي. فرجاء ليكي، جمهور الأهلي بيحب علي جدا، والأهلي ومجلس إدارته وكل العاملين فيه بيحبوا علي جدا، فبلاش تتدخلي وتفسدي العلاقة دي بكتاباتك. علي معلول ادى الأهلي كتير، والأهلي ادى علي معلول كتير قبل كده، من شهرة وبطولات وفلوس. ودلوقتي علي اتعالج وخد 1.5 مليون دولار وهو قاعد بيتعالج في البيت. فلا علي ظلم الأهلي ولا الأهلي ظلم علي، وبقولها لك بكل ثقة، محدش ليه فضل على الأهلي، بالعكس الأهلي خيره على الكل. فلو سمحتي، عايزين العلاقة تنتهي بحب واحترام زي ما بدأت بحب واحترام متبادل. عشان بصراحة كده مش عارف ليه شامم ريحة الخيابة اللي اتعملت من حسام عاشور في أواخر أيامه، واللي بوظت كل اللي عمله في حياته وطمست تاريخه كله وخرجته من الباب الضيق قوي. فيا ريت وأتمنى الموقف المؤسف ده ما يتكررش تاني ونتعلم من الأخطاء السابقة. وعلى فكرة، مع حبي وتقديري لعلي معلول، الكلام ده ليه برضه، لأني ما أقدرش أفصل بين كلام زوجته وبينه. ما هي مش هتكتب الكلام ده من وراه يعني. انت اعقل من كده بكتير يا علي، ما تخليش زعلك يخسرك كل حاجة، وافتكر ان مستقبلك بعد الكورة ممكن يبقى في الاهلي. يا ريت تكون دي اخر مرة زوجة علي تكتب في الموضوع ده، وتكون اخر مرة اضطر اتكلم في موضوع انا مش حابب اتكلم فيه، لان اللي بيصطادوا في المايه العكرة كتير. فيا رب ما نشمتش فينا الناس اللي ما عندهاش دم.